عبد الإله بن كيران الفائز في الانتخابات التشريعية لتكليفه تشكيل الحكومة الائتلافية المقبلة. إسلامي حزب العدالة والتنمية حصدوا أكثر من ربع مقاعد البرلمان في 25 من الشهر الجاري. منها بالعافية مراسلتنا من الرباط تطلعنا على حظوظ بن كيران في تشكيل الحكومة الجديدة والتحالفات التي قد تنتج لهذا الغرض. المرجح أن يتم تعيين عبد الإله بن كيران أمين عام حزب العدالة والتنمية رئيسا لأول حكومة مغربية في ظل الدستور الجديد. كانت هناك الكثير من الشكوك التي تحوم حول إمكانية تعيين بن كيران في هذا المنصب، ربما اختيار سعد الدين العثماني رئيس المجلس الوطني للحزب وأمينه العام السابق بدلا منه، غير أن الأمور ربما ستجري لصالح بن كيران الذي سبق وأكد في ندوة صحفية عقدها غداة فوز في حزبه في الانتخابات أن مسؤولي الحزب اجتمعوا وناقشوا هذا الموضوع واعتبروا أنه سيكون من الطبيعي أن يتم تعيين الأمين العام رئيسا للحكومة وليس شخصا آخر. وأشار هنا إلى أن في حالة تعيين مسؤول آخر من الحزب ستجتمع هيئات هذه المؤسسة وستدلي برأيها في الموضوع. طب في حال تم اختيار بن كيران، ما المتوقع هذا الأسبوع من تحالفات مستقبلية مثلا؟ المتوقع أولا هو أن يتم تشكيل حكومة جديدة في غضون الأيام القليلة المقبلة. عبد الإله بن كيران كان أكد في ندوة صحفية أنه سيتم العمل على تقليص عدد الوزراء في هذه الحكومة المرتقبة، لكنه أشار أيضا إلى أن الاتصالات لتشكيل حكومة لن تبدأ إلا بعد أن يتم تعيين رئيسها، لكنه مقابل ذلك أبدى استعداده للتحالف مع أي حزب من الأحزاب المغربية التي شاركت في الانتخابات ما عدا حزب الأصالة والمعاصرة، علما بأن هناك أحزاب متحالفة مع الأصالة والمعاصرة ولم يقصها من إمكانية هذا التحالف الممكن. أيضا بن كيران بدا ميالا بشكل أكبر للتحالف مع الكتلة الديمقراطية، وهي كتلة متشكلة من 3 أحزاب: حزب الاستقلال، حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وحزب التقدم والاشتراكية، علما بأن الكتلة لم تحسم بعد في موقفها من التحالف مع حزب العدالة والتنمية، وأكدت أن هذا الموقف سيتضح بعد تعيين رئيس الحكومة الجديد.